السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهارده على جميع أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة الموافق 16/2/2023 16 فبراير 2023، وهنتعرف على مباريات الأهلي السعودي. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. محرز والبريكان يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الأخدود. يواجه الأهلي السعودي نظير الأخدود ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، وتقام مباراة الأهلي ضد الأخدود على ملعب الأمير هزلول بن عبد العزيز الرياضية اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويأتي تشكيل الأهلي السعودي المتوقع في مباراة اليوم ضد الأخدود: في حراسة المرمى إدوارد مندي، خط الدفاع عبد الله العمار، سعد بالعبيد، روجر إيبانز وعلي مجرشي. خط الوسط جابري فيجا، محمد المجحد وزياد الجهني. خط الهجوم رياض محرز وفراس البريكان وألان ماكسمان. ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة من 19 جولة، ويتواجد فريق الأخدود في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي المحترفين برصيد 20 نقطة من 19 جولة خاضها. النصر يختار مدير الرياضي من البرتغالي بدعم رونالدو. وأشارت الجريدة إلى أن اختيار المدير الرياضي الجديد البرتغالي بدعم من مواطنيه لويس كاسترو ومدرب الفريق وكريستيانو رونالدو قائد العالمي. أوضحت الجريدة أن إدارة نادي النصر كانت تفاضل في الفترة الماضية بين برتغالي وآخر إيطالي من أجل تولي منصب المدير الرياضي قبل أن تستقر على تعيين البرتغالي، لكن الصحيفة لم تكشف عن اسمه بعد. وشددت الجريدة على أن نادي النصر سوف يعلن خلال أيام قليلة المقبلة عن تعيين المدير الرياضي الجديد. وأكدت الجريدة أن المدير الرياضي الجديد سيكون المسؤول عن التعاقدات واختيار اللاعبين الصيف المقبل بالتشاور مع البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر. كيسي يتصدر غيابات الأهلي السعودي أمام الأخدود. 4 لاعبين يغيبون عن الأهلي ضد الأخدود، وغاب الرباعي الإيفواري فرانكيسي والتركي مريح ديميرال وعلي الأسمري وبسام الحريجي عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة الأخدود لأسباب مختلفة بحسب ما نشرته جريدة الرياضية اليوم. وأوضحت الجريدة أن فرانكيسي يغيب عن النادي الأهلي في مواجهة الأخدود نتيجة حصوله على راحة عقب التتوج بلقب كأس أفريقيا مع كوت ديفوار الأحد الماضي، بينما الإصابات منعت الثلاثي التركي مريح ديميرال وعلي الأسمري وبسام الحريجي من السفر رفقة بعثة الأهلي إلى نجران أمس لمواجهة الأخدود. وأشارت الجريدة إلى أن الألماني ماتياس سيلي مدرب النادي الأهلي أخفى ملامح تشكيلة الفريق خلال التدريبات، وسوف يحددها خلال اجتماع الفني اليوم قبل مباراة الأخدود. ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما الأخدود في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة. ميدو: الهلال ينافس على مقعد أوروبي في الدوري الإنجليزي. وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات ببرنامج دورينا غير: نادي الهلال يمتلك مدرب مثل البرتغالي جورجي جيوسيس لا يعرف المزاح. شدد أحمد حسام ميدو على أن نادي الهلال يستطيع المنافسة على مقعد أوروبي وينهي الموسم بين السداسي الكبير حال لعبه في الدوري الإنجليزي بسبب التشكيلة القوية التي يمتلكها من اللاعبين. وتابع أحمد حسام ميدو مازحا مع محمد الدعيع أسطورة الهلال السابق المغربي ياسين بونو هو أفضل حارس في تاريخ الفريق الأزرق، ليرد عليه الداعع قائلا: بالفعل بونو هو الأفضل. وسيواجه نادي الهلال السعودي نظيره الرائد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري. ويذكر أن نادي الهلال سيلاقي سبهان الإيراني على ملعب المملكة إيرينا 22 فبراير الجاري ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدت معنا. لو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.